ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وهنبدأ مع بعض الحلقة الثالثة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو بعنوان فلاش باك. وبتبتدي الحلقة لما كان زياد في الكافيه بيكلم مريم وعرف انه في 2018 وقتها وقع على الارض اغمى عليه من الصدمة، وبتتلم عليه الناس وبيفوقوه وبتدور تليفونه وحاجته، وبيروح وبنشوفه ماسك صورة تقريبا كده دي صورة ام مريم وابوها، وبيفتكر يوم الحادثة وهو ماسك السلسلة بتاعتها وتليفونها والدنيا كانت بتمطر. وبنروح لخالد صاحب زياد اللي بيقابل سامح وبنعرف انهم صحاب، وخالد بيشتكي لسامح ان حياته بعد الجواز بقت مملة. بيقول لسامح ما تكلم زياد ونتجمع يوم الخميس زي زمان، لكن سامح بيقول له سيب زياد في حاله ربنا يعينه على اللي هو فيه. وسأله خالد طب هو عمل ايه في موضوع اللي بيكلمه بصوت مراته؟ استغرب سامح من اللي قاله خالد وقال له انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، يا ريت تحكي لي. وحكى له خالد الموضوع. وبنرجع لزياد وهو بيسمع رساله جايه له من مريم وبتقول له انت مش بترد عليا ليه؟ شفت بقى ان انت اللي بتستعبط وانت اللي بتتهرب من المقابله؟ اوعى تكون مفكرني علشان انا رسامه هبقى كيوت وكده، بصراحه انت مش جدع. فبيضحك زياد لان الكلمه دي كانت بتقولها له مريم على طول، وبيقول لها طب انت فين دلوقتي؟ قالت له انت لسه فاكر ترد دلوقتي؟ انا في نفس المكان. قال لها انت في نفس المكان من امبارح؟ بتقول له انت هتستظرف، هات يلا الفلوس وتعالى. قال لها حاضر انا جاي. وفي الطريق بيجي له مكالمه من سامح وبيقول له انت فين؟ انا عايز اشوفك دلوقتي. قال له زياد خليها وقت تاني لاني مش فاضي دلوقتي. وبيفتكر زياد اول مره قابل فيها مريم وابدا اعجابه بيها وانه نفسه يرتبط بيها. وفجاه بيشوف زياد مريم جنبه في العربيه وهي بتبتسم وبتخرج دماغها من شباك العربيه وهو بيمسكها علشان ما تقعش. وفجاه بيلاقيها اختفت مره تانيه وان كل دي تهيؤات. وبيوصل زياد المكان وبيكلمها فيديو وبنشوفها قاعده وبتساله انت فين؟ قال لها انا حصل لي حاجه غريبه قوي امبارح. وفي نفس اللحظه كان الويتر جايب لها القهوه وبيربطها في رجلها وبتتألم مريم وبيعتذر لها الراجل وقالت له حصل خير. وبتقول لزياد هو انت اتخضيت؟ قال لها لا انا متعود على كده. قالت له ازاي؟ قال لها هتفهمي بعدين. قالت له يعني علشان صوتت لما الويتر خبطني في رجلي؟ قال لها لا انت صوتتي علشان خبطك في العمليه. قالت له انت عرفت ازاي؟ قال لها انا مش مصدق ان ربنا اداني فرصة تانية علشان اشوفك. قالت له انا مش فاهمة حاجة. قال لها هتفهمي بعدين لانها حاجة غريبة مهما هقولك مش هتصدقي. قالت له احنا هنتقابل امتى علشان انا عايزة فلوسي؟ قال لها يا ريت كنت اقدر اجيلك دلوقتي. قالت له طب يلا تعالى دلوقتي. قال لها انا اعرف عنك كل حاجة وعن اهلك واصحابك، اختك اسمها رانيا وصاحبتك المقربة اسمها سالي وعمرك ما حبيتي اللحوم وعندك حساسية من الكاجو، ولو بالونة فرقعت جنبك بتبقى كارثة، ولما بتكوني بترسمي بتتفرجي على ورقة الأول وهي فاضية. وبنشوف مريم مستغربة جدا من اللي بتسمعه وبتسأله هو أنت مين؟ قال لها زياد هتعرفي بعدين. حلوة الصورة اللي بترسميها، على فكرة أنا كنت متأكد إن الصورة اللي هبعتها لك هتعجبك. قالت له فعلا أنا فضلت سهرانة عليها طول الليل علشان أرسمها. قال لها أكيد علشان بتفكرك بباباكي. استغربت مريم وقالت له طب ودي بقى كمان عرفتها ازاي؟ قال لها ودي برضه هتعرفيها بعدين. قالت له طب انا عايز اشوفك. قال لها هشوفك وتشوفيني ويمكن كمان تقعي في حبي ونتجوز. قالت له ليه بقى؟ هو انا مستنياك وبعدين انا مرتبطة. قال لها لا انت مش مرتبطة. قالت له على العموم ده المكان المفضل بتاعي علشان لو حبيت تعدي يعني ولا حاجة. وبالليل بنشوف زياد قاعد مع سامح وبيقول له انا عايز احكي لك على حاجه علشان انا ماليش حد غيرك احكي له. انا بكلم مريم، في الاول كنت فاكر حد بيشتغلني لكن دلوقتي انا بكلمها فيديو كول وبشوفها. قال له سامح انت رجعت للمهدئ تاني، انت عايز ترجع للهلاوس اللي كنت عليها من سنتين. على فكره خالد حكالي على كل حاجه. قال له زياد انا نفسي ما كنتش مصدق بس لما كلمتها فيديو شفتها صدقت. قال له سامح يا زياد مريم خلاص ماتت ومش هترجع، ليه مصر ترجع للوهم وتعذب نفسك؟ زعل زياد وقال له انا ما كنتش متوقع ده منك. وقام ومشى وفي العربية بياخد زياد حباية مهدد. ولما رجع البيت كتب رسالة لمريم وقال لها انت كنت ميتة بين ايديا، لكن رجع ومسحها. وبعدها بيكتب لها انا بحبك وبرضه رجع ومسحها. وسامح فضل يرن عليه لكن ما ردش عليه. وبيدخل زياد المطبخ بيعمل اكل ومريم بتكون معاه فيديو وبيقول لها انا بطبخ دلوقتي مكرونه وخضار مشوي. قالت له ما تهزرش دي اكتر اكله انا بحبها. قال لها امال انا بعملها ليه؟
قال لها شكله هيبقى خضار مشوي بس لأن المكرونة اتحرقت. ضحكت مريم وقالت له تستاهل. وبيدخل زياد ينام، وتاني يوم بيكلمها وبيقول لها ايه الصورة اللي انت بترسميها؟ قالت له دي صورة ماما الله يرحمها. قال لها انت شبهها قوي. قالت له تعرف ان ماما ماتت بمرض نادر محدش يعرف عنه حاجة؟ وبتقول له احكي لي بقى شوية عن نفسك. قال لها انا وحيد ابويا وامي، علشان كده انا حاسس بيكي. انا اتولدت في الخليج، ولما كبرت رجعت مصر لوحدي ودخلت كلية الطب، وعشت مع عمي وابن عمي. ولما ابويا وامي كانوا راجعين من الخليج طلعوا عليهم قطاعين طرق، قتلوا ابويا وسرقوا كل حاجة. وانا سبت كلية الطب ودخلت كلية الحقوق وبقيت مصور جنائي. قالت له طيب ليه سبت كلية الطب ورحت جنائي؟ قال لها قدري كده علشان احس تاني نفس الاحساس. قالت له مش فاهمة. قال لها مش كنت مستغربة اني عارف عنك كل حاجة؟ قالت له هو انت خلاص هتحكي، خلاص مش هتقولي بعدين؟ قال لها ايوه هحكي لك. قالت له اول حاجة عايز اعرفها انت ازاي عرفت عني كل الحاجات دي؟ قال لها علشان احنا متجوزين. قالت له احنا ايه ان شاء الله؟ وضحكت وهي بتلم حاجتها. قالت له ده احنا لسه متقابلين من يومين واونلاين كمان. قال لها احنا في 2021 هنتقابل في المعرض بتاعك وهنتجوز. قالت له خلفنا كام عيل بقى على كده؟ قال لها كان نفسي بس ربنا ما أردش. قالت له يعني انت بتكلمني من المستقبل دلوقتي؟ قال لها والله انا بتكلم بجد، ولازم احذرك من حاجة هتحصل لك في 2023. وبتقف قدامها عربية وبيقول لها ايه العربية اللي قدامك دي؟ قالت له معلش انا مضطر اقفل معاك دلوقتي. وفضل يندى عليها يقول لها مريم مريم رد عليا. وبتنتهي الحلقة على كده. وفي النهاية أتمنى تكون الحلقة نالت رضاكم. مستني رأيكم في التعليقات، وأتمنى تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسونيش بلايك وشير. سلام.